ناس كتير جدا وخصوصا السيدات بيعمل دايت قاسي عشان عايز يخس من وزنه كمية كبيرة جدا في فترة زمنية قصيرة. الحقيقة أنا بحذر من الموضوع ده جدا عشان ساعتها بيكون الجسم عرضة لتكوين الحصوات المرارية. طيب ده بيتم ازاي؟ نتيجة ان الإنسان لما بيجي يعمل دايت قاسي الجسم بيبتدي يحرق من الدهون المتخزنة عنده في الجسم، فبالتالي بتزيد نسبة الكوليسترول اللي رايح العصارة الصفراوية. على المستوى التاني أنا ما بدخلش جسمي طبعا دهون كفاية، فالمرارة مش بتفضي كويس. يبقى أنا دلوقتي عندي مشكلتين: كوليسترول عالي في المرارة، وفي نفس الوقت المرارة مش كمان بتفضي. فاللي هيحصل إن الكوليسترول ده هيبتدي يترسب ويبتدي إن هو يعمل لي حصوات. طيب المفروض ان انا اعمل ايه؟ المفروض ان انا لما اجي اعمل دايت ابتدي ادخل في الدايت بتاعي دهون غير مشبعة، دهون صحية، عشان اضمن ان المرارة بتاعتي تفضل شغالة.